ده شكل الفيديو قبل التعديل، وده شكل الفيديو بعد التعديل. تعالوا نشوف ازاي. ده الفيديو بتاعي اهو، وده الصوت. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو تحملوا منه الصوت والفيديو. هحط الفيديو في المكان المناسب اللي انا عايزه على الصوت، يعني هختار المكان المناسب. انا هختار وليكن من المكان ده، فاروح اعمل كت كده للجزئية دي واخلي الفيديو من الاول واعمل بلاي بالشكل ده. وهاجي هنا اعمل كت تاني، وتعالوا نبدأ كده نعمل زوم هنا اهو. هروح مسرع الفيديو شوية واشد الفيديو بالشكل ده. تمام كده. عايزين نتحكم في سرعة الفيديو، يعني انا عايزه يبدأ بطيء وبعدين بيسرع وبعدين بيبطأ تاني. هضغط كليك يمين على الفيديو وهنزل تحت خالص كده، وهختار شو كليب فريمز وتايم ريمابينج وسبيد. هلاقي في خط ظهر معايا، شايفين الخط ده؟ هروح مختار من أداة البين تول وهضغط كليك كده في البداية. تمام. وابدأ كده ايه اسرع الفيديو بالشكل ده، ارفعه لفوق فيسرع معايا اهو. تمام لغايه هنا. وبعدين هجيب اداه البين تول واضغط كليك برضو هنا تاني، واروح برضو ايه مبطئ الجزئيه دي. تمام بالشكل ده. وتعال نعمل بلاي. هنيجي في المكان ده بالظبط كده ونبدا نقطع الجزئيه دي. تمام. هروح ضاغط هنا كده وادي كليك، وبعدين اتحرك بالسهم اليمين من الكيبورد، ده بيحركني فريم فريم بالشكل ده. واضغط هنا واتحرك تاني بالسهم اليمين واضغط كده، والسهم اليمين واضغط كده، وهكذا. او ممكن اضغط بنفسي كده، بص كده اهو، فريم فريم اهو، فريم فريم اهو. تمام. حاجه كده ابدا اشيل واحده واحده، يعني اشيل دي، هبدا احذف دي واحذف دي وهكذا. تمام بالشكل ده. وتعالوا كده نقلل الزوم ونعمل بلاي بالشكل ده. ممكن كمان الاجزاء دي اعمل لها تأثير، يعني ممكن اجي كده تمام للجزئية دي مثلا وازود السكيل بتاعها، بدل 100 اخليها مثلا 150، واللي بعدها دي مثلا اروح مقللها اقل من 100 اخليها مثلا 80، واللي بعدها دي مثلا اروح مغير في الروتيشن اخليه 20، واللي بعدها دي اخليه ناقص 20، ممكن اللي بعدها دي اروح مغير في البوزيشن سنة صغيرة كده، واجي اللي بعدها اروح مغير في البوزيشن للشمال كده. بس كده. تعالوا كده نعمل بلاي بالشكل ده. ايه الافكار التانية اللي ممكن اعملها؟ ممكن اجي كده هنا واروح عامل كت برضو. تمام. واجي للجزئية دي اروح عامل لها الايفكت بتاع البلور، حاجة من افكتس واكتب داير، هيطلع لي الدايركشنال بلور، فشده بالشكل ده. لو مش ظاهر عندك الافكتس بتظهرها من قائمة ويندو، وادي افكتس. تمام. بعدين بروح للافكت كنترول، لو مش ظاهر عندك برضو الافكت كنترول برضو من قائمة ويندو بلاقي الافكت كنترول. تمام. هنزل تحت كده هلاقي الدايركشنال بلور، تعال نعملها مثلا 40 بالشكل ده. تعال نعمل بلاي. شايفين كده الصورة حصل لها بلور ورجعت تاني اهو، ده البلور اللي احنا عملناه، شايفين كده اهو. ممكن كمان نضيف مصدر اضاءة زي المصادر دي اهي. هسيب لكم برضو رابط اسفل الفيديو تحملوه منه. هسحب المصدر ده انا اهو بالشكل ده. تمام. هو المصدر ده فيه صوت، فانا عايز احذف الصوت اللي فيه، هضغط كنترول ال عشان احدد الصوت واعمله ديليت، وامسك الفيديو كده واسحبه لفوق واحطه في المكان اللي انا عايزه. ممكن اكون عايز احطه في البداية، هحدد مصدر الاضاءة ده وهاجي هنا هو اعمل له سكرين عشان يندمج مع الفيديو بالشكل ده، ونعمل بلاي. تمام. وممكن كمان اتحكم هنا في الاوباستي بتاعته، يعني ممكن اقللها كده، شايفين اهو، فيبدأ يقل معايا، وممكن ازوده زي ما انا عايز. تمام. انا ممكن ازود السرعة بتاعته، هاجي من هنا اهو وازود السرعة بتاعت مصدر الاضاءة. تمام. وممكن كمان احطه في الجزئية دي اللي فيها بلور اهي هنا، واعمل كات بالشكل ده. بس كده. وتعال نعمل بلاي بالشكل ده.